واخيرا بيخلص مسلسل غرفة 207، مسلسل الدراما والرعب والتشويق المقتبس من رواية بنفس الاسم للكاتب العبقري الراحل احمد خالد توفيق. من غير كلام كتير، الحلقة العاشرة والاخيرة من اكتر الحاجات المملة العبثية السخيفة اللي ما فيهاش اي ذره متعه اللي شفتها في حياتي. حقيقي ما عنديش ادنى فكره ازاي ممكن اعمل مسلسل اوريدي له نهايه مكتوبه في الروايه اللي انا بجسدها، واعتقد انها نهايه حلوه. انا ما قريتش الروايه بس اتصور انها نهايه حلوه او مقبوله لانها روايه ناجحه. وبدل ما التزم بالاحداث اللي في الروايه اطلع منها خالص واعمل احداث جديده واقدم شخصيات جديده. ومش بس كده، بل هفتح المسلسل بحيث يبقى فيه موسم تاني. كده انا مش بجسد الروايه بقى، انا كده سرحت في عالم تاني. ده مش وحش، مش بقول اني متضايق من فكره ان المسلسل خرج عن مسار الروايه، ولكن اللي المسلسل قدمه لنا وخصوصا في الحلقه الاخيره ما هو الا عباره عن هبد على دماغ المشاهد بلا اي رحمه. كليشيهات من اغبى ما يمكن على مستوى الاخراج سواء في الرعب او سرد الاحداث. الاخراج في الحلقه الاخيره بيفكرني بمسلسل نسل الاغراب. الشخصيات بتاخد قرارات بكل تاكيد واضحه قوي انها هتسبب في موتهم، ولكن برضه بياخدوها تكرار مبالغ فيه لجمله انت السبب في كل اللي حصل وكل اللي هيحصل. جمله غبيه مش عارف ايه الممتع فيها لدرجه انهم يكرروها 60 مره. واللي حصل في الحلقه الاخيره بيهدم تماما كل اللي اتبنى في الحلقات الاولانيه. فكره انك بعد ده كله بتفتح المسلسل لموسم تاني، بصراحه انا شايف ان ده من اغبى القرارات اللي ممكن اي صانع افلام او مسلسلات انه ياخدها. وطبعا انا متفاهم ان ده سبب ببساطه ان ايا كان الاستوديو او المؤسسه اللي عامله المسلسل عايزه تستغل شهره ونجاح المسلسل وتحلب منه فلوس اكتر فتعمل موسم تاني، اللي انا متاكد تماما انه مش هيتعمل. خدوها مني من دلوقتي، انا بقول مش هيعملوا جزء تاني. مفيش اي سيناريست هيقدر يكتب سيناريو لموسم تاني للمسلسل ده. مش هيعرف يوصل بين الاحداث اللي اتبنت في الاول وبين الاحداث اللي حصلت في الحلقه الاخيره ويربطهم ببعض بطريقه ليها قدر ولو بسيط من المعنى في موسم اخر. عشان بس ما تفهمش غلط، حابب اوضح ان انا حبيت المسلسل فعلا ناجح وكان مليان بوتنشلز تخليه واحد من احلى المسلسلات المصريه. في الحلقات الاولانيه اتعلقت بشكل كبير بالشخصيات وبالاحداث وبالعالم اللي عايشين فيه، اتعلقت بالفندق، اتعلقت بالاوضه، اتعلقت بالزمن اللي بنحكي فيه القصه. وبشكل عام ضروري فعلا نقدر اللي المسلسل عمله في البدايه. كان فيه ثغرات في السيناريو والاداء التمثيلي واحيانا الاخراج، ولكن كنا بكل سهوله بنتغاضى عنها لاننا حابين المسلسل وعايزين نعرف الاحداث هتنتهي على ايه. عيوب كتير كانت موجوده زي ان الاداء التمثيلي اوفر جدا، كل شويه جمال بيتخض وبيبرق وبينفعل. كل مره كانت بتحصل مصيبه كان بيتخض كانه اول مره يعرف ان الاوضه هي اللي ورا المصيبه دي. علاقه جمال بساره برغم انها كانت مكتوبه بشكل حلو، ولكن التنفيذ ونقلها على الشاشه كان من اسوأ ما يمكن. ادائهم اوفر بشكل مخلي العلاقه بينهم كرنج جدا. بحس بتلزيق، بحس انهم مش لايقين على بعض، بحسهم مدلوقين على بعض. الاخراج كان الى حد ما كويس في البدايه، ولكن مع مرور الوقت كل حلقه بتمر الاخراج بيقلب هندي قوي، وخصوصا في مشاهد الرعب. يوسف عثمان كان اداؤه حلو بس عامل مشكله مع جمهور رونالدو. كل دي كانت فعلا عيوب فصيله، ولكن بطريقة ما كنا بنعرف نتغاضى عنها، مستمتعين بالصورة السينمائية الحلوة اللي حببتنا أصلا في الفندق ومنظر البحر اللي قدامه. الموسيقى التصويرية من أروع ما يمكن، كانت بتخلينا نتعلق أكتر بالأحداث. كنت بحس نفسي مندمج قوي ومعمول لي تنويم مغناطيسي كده. وبرضه الموسيقى حلوة جدا لما أروح أسمعها لوحدها. كمان لازم نقدر الفكرة العبقرية اللي فكر فيها أحمد خالد توفيق حتى لو مش أصلية، ولكن فكرة ان في اوضة بتستهدف الضحايا بتوعها، بتلعب على ماضيهم وبتحاربهم بمشاعرهم وبتقضي عليهم بمخاوفهم وذكرياتهم. في رأيي فكرة حلوة جدا وجريئة جدا، تقريبا ما شفناهاش قبل كده في اي اعمال مصرية او عربية. وبشكل عام هي فكرة بتتطلب مجهود من ناحية العناصر السينمائية والكتابة والإخراج. الفكرة مش سهلة برضو، الفكرة سايكولوجيكال جدا وفلسفية وعميقة، وبتتطلب قدر كبير من الإبداع عشان تعرف تنقلها صح على الشاشة. ده اللي مضايقني بصراحة، إن كل المميزات دي يطلع منها مسلسل حلو جدا، ولكن في الآخر بناخد نهاية في قمة الإهمال والكسل. مش مستني موسم تاني، الحلقة الأخيرة بوظت كل اللي خدته في الحلقات الأولانية. أنصح اللي ما شافش المسلسل إنه يفكوا منه خالص ويروح يقرأ رواية أحسن. تاني أنا ما قرأتهاش بس متأكد يعني إنها هتبقى أفضل من المسلسل. أو ممكن تشوف أول 5 حلقات وتفكك خالص من ال5 حلقات الأخرانيين لو عايز تشوفهم براحتك، بس ما تحطش عليهم أي توقعات خالص. مسلسل غرفة 207 تقييمي ليه 4/10. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، حابب اعرف آرائكم. هعرف انكم حبيتوا المسلسل، ولكن عايز اعرف آرائكم في الحلقة الأخيرة بالذات.
ومستنيين الموسم الثاني ولا فاكس. وبس كده، دي كل حاجه كنت عاوز اقولها. شكرا لكم على المشاهده، اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.